ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل غدا حلو، اتمنى ان هو يعجبكم. لو اول مرة تشوف القناة، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. هنعمل كده معانا مكرونة، ومعانا بانيه وشيبس كده، ودي دكوة بينا باتر بنعملها كده بالشطة حلوة. وفضلة خيركم عندي مخلل. اول حاجة هتبل البانيه بتاعي، عايزة بصلاية كبيرة كده حلوة، فصين توم وده هقطعه، وعايزة ليمونة كاملة على حسب كمية الفراخ اللي عندك. وانا غسلت الفراخ بتاعي وصفيته من المية بتاعته فبقى نظيف وحلو. ما شايفة كده، هحط البصل واحط الثوم وعصير الليمون، وحط البهارات اللي انت تحبيها. تمام، يعني انا بحب احط 7 بهارات، ما بكترش، يعني ربع ملعقة، وفلفل اسود ربع ملعقة، وقرفة قل من ربع ملعقة، وبابريكا مدخنة ربع ملعقة، والملح والزبطي. وبرضو بحط كباب الصيني مطحونة لو تحبي، وممكن تحط حبهان برضو لو تحبي. انا ببيته ليلة كاملة. تاني يوم بجيب البقسماط، احط فيها شوية فلفل اسود، فلفل ابيض قصدي، وشوية ملح وحبة البركة لو تحبي، ونقلبه كده مع بعض. وانا هجيب كيس هدقدق فيه كل البانيه بتاعي في الاول، عشان ايه؟ ما طبعا الصدور مش هتستحمل. هجيب المدق زي ما شايفة كده، هدقدقه معايا، واقعد ادقدق الكمية كلها كده. هجيب صحن طبق واحط فيه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد ما اخلص الكمية كلها هجيب البقسماط وادقدقه بالبقسماط. وممكن بعد كده انت تفرزي، يعني بعد ما بندقه بالبقسماط بتاعتنا ممكن تفرزيه، وكل ما تكوني عايزة تروحي تطلعي. زي ما شايفة كده، دي كانت الطريقة بتاعت ماما الله يرحمها، ودي احلى طريقة بتاعت بنات. وحتى انا بعمل البفتيك بنفس الطريقة ونفس البهارات، وبحطه في الفريزر، هفرزه واطلع، ولما اكون عايزة الكمية اللي انا عايزاه اطلع. وبس اجيب بيضتين وشوية لبن، واحط فيه حتة فلفل وحتة ملح، وبعد كده احمر عادي كده. دقيت الكمية كلها اللي انا عايزاها، وزي ما قلت لك ممكن تفرزي على طول. هنا عايزة بصلاية زي ما شايفة كده، مش كبيرة خالص، متوسطة. عايزة طماطم، عايزة فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل اصفر عشان نعمل، وفصين توم. والفصين التوم ههرسهم. انا قطعت البصل كده زي ما شايفة معايا، كله عايزاه مكعبات صغيرة. ومن كل حاجة، لو ما عندكيش الفلفل الالوان يعني اللي موجود اعملي بيه، بس اهم حاجة تحط البصل والطماطم والثوم. الثوم ههرسه بالمهرس، الهراسة بتاعت الثوم. بعد كده نشوف هنعمل ايه. اجهز حاجاتك كده. طالما انت بتجهزي حاجاتك ومنظمة كل حاجة، فالاكلة هتكون سريعة معاكم، مش هتاخد وقت. المهم بعد ما هقطع كله كده، وهجيب الهراسة بتاعت التوم زي ما قلت لك، وههرس التوم. وهجيب حلة بعد ما اخلص الحاجات دي كلها، هجيب حلة احط فيها حتة زبدة وحتة زيت. وبعد ما يتقح كده معايا الزيت والزبدة تسيح، هجيب مكرونة، اي نوع مكرونة انت تحبيه، وانا هحمر المكرونة. تمام، بعد ما تغير لونها ونغلي مية في الكتل، لان هنحط مية مغلية كده. زي هحط الكمية اللي انا عايزاها. تمام، فحطيت كده، هقلب لغاية لما المكرونة تغير لون. كل الخضار اللي انا قطعته، البصل والثوم وكل حاجة قطعتها هحطها زي ما شايفة كده كله معايا، واقلبه كله كده مع بعض. واحط شوية بهارات بسيطة، 7 بهارات، فلفل اسود، بابريكا، ماجي، واقلبه كده كويس. والمية بعقلة، تمام، يعني مش هنغطيه خالص، بس بعقلة صباع واحد. واحط معجون طماطم لمدة 10 دقائق تغلي المية. بعد كده اوطي النار. اوكي، ده للبنات. قلت لك بيضتين وشوية لبن وفلفل ابيض، لو فلفل اسود يا ستي ما عندكيش. ونجيب الوok ونحمر البنات بتاعنا كلنا شطار، وبنحمر البنات.
فطبعا انا ما بحطهوش في البيض واحطه في الفريزر، لا انا بحطه بعد ما ادقه بالبقسماط، وبعد كده من اطلعه. دي الطريقة اللي ماما عودتني عليها الله يرحمها، فطريقة حلوة، اتمنى ان انت تجربيها وتعجبيها. ولو جربت الطريقة دي، هي متعبة بصراحة في الدق وكده، بس احلى طريقة بانيه او بوفتيك ممكن تاكلي. وعندي كده شبكة هطلع عليها عشان البانيه يكون مقرمش. وده كان الغدا بتاعنا. أنا اتمنى ان الفيديو يعجبك، لو عجبك الفيديو لايك وشير، لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.